بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع في أساسيات الهندسة بشكل عام والهندسة الميكانيكية بشكل خاص. هنتكلم عن الماتيريال أو المواد وعلاقتها بالقوى المؤثرة عليها، أو العلم احنا بنسميه ميكانيكس أوف ماتيريالز، وده سبجكت بيدرس في كلية الهندسة الفرقة الأولى أو المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا أو المعاهد التكنولوجية. الموضوع بتاعنا عبارة عن تأثير القوى وعلاقتها، أو تأثير القوى على المواد الحاملة لها أو المتأثرة بها والأداء بتاعها تحت تأثير هذه القوى. احنا بنسمي العلم ده ميكانيكس أوف ماتيريالز، ولو خدتوا بالكم احنا عندنا التايتل مكون من كلمتين، ميكانيكس وماتيريالز. ميكانيكس يعني احنا بنتكلم على اتزان القوى بشكل عام، سواء كان استاتيكية أو ديناميكية، لكن احنا بنبدأ دايما بالقوى الاستاتيكية أو الاستاتيك فورسز، وكونها في ايكوليبريم مع بعضها من خلال الأجزاء أو الكومبوننتس اللي بتأثر عليها. لما بيكون في قوة مؤثرة على ماتيريال أو على جزء من معدة أو آلة، بنتكلم على ماتيريال، أداء للمادة تحت تأثير هذه القوة. وبالتالي فاحنا هنبدأ مع بعض السبجكت أو استعراضنا للموضوع من خلال موضوعين أساسيين أو من خلال شقين أساسيين. الشق الأساسي الأول اللي هو الميكانيكس، القوة وتأثيرها مع بعضها في حالة الاتزان، وبعد كده برضو هنراجع بسرعة الأداء المواد تحت تأثير القوة، وبعد كده نبتدي نستعرض العلاقات الناشئة من تأثير القوة على المواد، اللي هو العلم اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ميكانيكس اوف ماتيريالز. واحنا بنتكلم على الميكانيكس اوف ماتيريالز. لو بصينا على السلايد بنتكلم على العلاقة بين الفورس والبودي المؤثر عليه الفورس. هنبص على البرزنتيشن مع بعض نشوف السبجكت. احنا بنتكلم على العلاقه هنا بين الفورسز وبين البوديز اللي هي تم التاثير عليها من خلال هذه القوه. الفورسز ديت عاده بتبقى قوه خارجيه، لما بتاثر على البودي بيبقى في قوه داخليه، او القوة ديت يا اما سمبل فورس او مومنت. وبالتالي بنتكلم على انواع القوى بانواعها المختلفة. بنتكلم على طبعا هنتكلم على المومنت اللي هو العزوم. نتكلم برضو على الديفورميشن اللي بيحصل في البودي او في الماتيريال، التشوه الناشئ من تأثير قوة على البودي. واحنا بنتكلم على الفورسز بنتكلم على زي ما قلنا او نبص على السلايد هنا، الاكسترنال لود او السيرفيس فورس او البودي فورس. دي كلها اسس او يعني مصادر مختلفه للقوى اللي بتؤثر على الاجسام. لو بصينا هنا على السلايد هنا اللي قدامنا هنلاقي ان احنا عندنا في شكل عام لبودي وعده قوى مؤثره عليه. لو بصينا في الركن الشمال هنلاقي في عندنا كونسنتريتد فورس بسهم، القوة مؤثرة بشكل مركز، او بنتكلم عن الناحية اليمين على يمينك وانت تبص للشاشة اللي هي السيرفيس فورس، ودي ممكن تكون ديستريبيوتد يعني قوة موزعة، يعني قوة ليست مؤثرة في نقطة بعينها، ما تقدرش تحط نقطة وتقول القوة بتأثر في المكان دوت، ولكن على مساحة معينة. وبنتكلم على اللينير او ديستريبيوتد لود، نتكلم على ريزلتنت لود، نتكلم على البودي فورس او الويت بتاع الجسم نفسه، ده فورس برضه. عشان نقرب الصوره كويس في ذهننا، لو انت مسكت خيط ورفعت بيه حمل فتقدر تقول في حاله ان قوه مركزه هنا في الخيط اللي هو انت بتشيل بيه الحمل اللي موجود عندك. لكن وانت قاعد على الكرسي وزنك بيأثر على الكرسي من خلال المساحة اللي انت قاعد عليها على الكرسي.
فاحنا بنسمي دي قوه موزعه، بمعنى ان القوه هنا ما هياش بتاثر في نقطه بعينها ولكن بتاثر على مساحه محدده. في بيبقى كثافه القوه لها تاثير او لها دخل في الموضوع، ولكن في النهايه يجب ان يتم التعامل مع القوه بالشكل التي تحتله القوه فعلا، وبنبتدي نتعامل مع التوازن او الاتزان بين القوى من خلال قواعد محدده، بحيث ان احنا نقدر نشوف اذا كانت القوه ديت طبعا عندنا قوانين نيوتن 3 اللي هي من ضمنهم ان لكل قوه او لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، اللي هو القوى المؤثره بشكل عام. هنكمل على في السلايد. هنلاقي ان احنا عندنا في يعني مبدأ مهم قوي، انه لو عندك قوة بتأثر في نقطة، ففي احنا بنفترض دايما او من الفروض الأساسية اللي هنتعامل من خلالها مع القوة ان القوة بتأثر في خط عمل تأثيرها. بمعنى لو قوة على خط محدد، اي نقطة على الخط دهوت نقدر نقول القوة بتأثر عنده، وبالتالي فاحنا ما عندناش مكان محدد على خط عمل القوة نقدر نقول القوة بتأثر فيه الا الترتيبات المادية لان احنا بنتعامل مع القوة دي. عشان كده بنتكلم على المبدأ ده اللي هو بنتكلم على ترانسميسابيليتي او ان القوة بتأثر في اتجاه خط عمل. عشان يعني نتعامل مع هذه القوة بنوقفها بجسم، وعشان كده بيبقى في عندنا حاجة اسمها فعل ورد فعل. الجسم هنا في الحالة دي بيبذل مقاومة للقوة، وبالتالي فبنسمي هذه المقاومة رد فعل او رياكشن. لو احنا بنحاول ان احنا نلف الجسم، نحاول ندوره حوالين نقطة فيه او نقطة حواليه من الخارج، فاحنا بنبذل على الجسم عزم او روتيشن الجسم عشان يقاوم هذا الدوران او هذا النوع من القوة. بيبذل رد فعل بنسميه resisting moment. وبالتالي فاحنا عندنا القوى اللي هي الأساسية اللي هي بنتعامل معاها من خلال كل العلوم اللي عندنا في الاستاتيكس او الدينامكس. بنتكلم على القوى الكونسنتريتد فورسز، او لما بيكون في قوه ديستريبيوتد، زي ما قلت لكم قوه الوزن اثر على الكرسي من خلال المساحه اللي الواحد قاعد عليها على الكرسي، بنسميها ديستريبيوتد فورس. لكن احنا لما نيجي نتعامل معاها بنحاول ان احنا نجيب محصلتها، وبالتالي بنمثل هذه المحصله بخط عمل، وبنسميها في الحاله دي قوه وده خط عملها، ونقدر في الحاله دي نتعامل من خلالها سواء من علشان نجيب حالة التوازن عندنا، او علشان نشوف ندرس تأثيرها على الجسم تأثر عليه. نفس الكلام في المومنت، يكون في عزم عندنا فبيبقى في ريزيستنج مومنت، والريزيستنج مومنت ده بيبقى موجود علشان يبقى في يعمل حالة توازن مع الاكسترنال مومنت اللي موجود عندنا. طيب لما نيجي نتكلم على نقاط تأثير الفورسز، نبص على السلايد ديت، هنلاقي انه عادة ما باجي يعني اتعامل مع بودي علشان اخليه في حالة توازن او حالة استقرار في وضع موضعه، بستخدم حاجة مثلا مفصلة نقول هنج. لو بصينا على السلايد هنلاقي في عندنا يا اما بستخدم بين هنج او بستخدم فيكسد اند. البين هنج او فيكسد اند او الرولر سبورت بيديني رياكشنز محدده. الرياكشنز اللي عندي اللي احنا بنتكلم عليها يعني لو حبينا نبص هنا على ندي مثال صغير، هلاقي عندي لو عملنا الجسم بتاعنا بالشكل دهوت وعليه الاحمال المختلفه ايا كانت الاحمال دهيت، بنحطه على رولر سبورت. الرولر سبورت ده بيبقى بالظبط زي ما احنا هنشوف كده في الجهه المقابله، زي اسطوانه معدنيه، والاسطوانه المعدنيه دي محطوطه على بليت معدني زي الكباري بالظبط. الجزء اللي هو الكوبري بنستخدمه. الرولر سبورت دهيت موجود عندنا بتشيل اللود اللي هو موجود على كل البيم او كل
البودي اللي موجود المتصله بيه عن طريق نقطه التلامس او نقطه الارتكاز على الرولرز اللي موجوده عندنا. وبالتالي ده نوع من انواع السبورتس. الرياكشن في الحاله دي بيبقى عاده عمودي على سطح الارتكاز، يعني سطح الارتكاز لو افقي يبقى رد الفعل عندنا عمودي على سطح الارتكاز. النوع الثاني من سبورتس اللي انا باخد البيم وبعمل هنج بعمل ثقب كده فيه وبحطه على حامل واحط هنا بن، وبالتالي بيبقى عندي بيبقى عندي بن هنا، وبالتالي بيبقى عندي رد فعل. رد الفعل اللي هنا بيبقى عباره عن الاتي. لو احنا حاولنا، خلي بالك هنا في الرولر سبورت نقدر نحرك البيم افقي، نقدر، لكن ما نقدرش نحركه في اتجاه الرأسي الى اسفل. في الحاله بتاعت البن سبورت بنسمي الحاله ديت رولر. في حاله الهنج او البن ما نقدرش نعمل نحرك البيم في اي اتجاه سواء كان افقي او راسي، وبالتالي في عندي ما دام ما بقدرش احرك يبقى في رد فعل للايه لاتجاه الحركه او للممانعه، فبسمي رد الفعل ده ار اكس وار واي. ويبقى عندنا في هنا في الحالتين هنا سواء كان في الرولر او البن اقدر اعمل روتيشن للبيم حوالين السبورت. نقدر نعمل روتيشن. هل نقدر نعمل روتيشن هنا؟ مفيش ممانعه للروتيشن، وبالتالي مفيش عندي رد فعل. لكن لما يكون في عندي ممانعه للروتيشن، لما يكون في الحاله ديت، لما يكون مثبت البيم في الجدار وبالتالي تثبيته بيحتم انه يعني بيكون عندي بيم كده ومثبته في الجدار، سواء كان لحمه مثلا لحام او عامل هول وحاطط فيه تثبيت جوه اسمنت او وات ايفر. بيبقى هنا لما نبص بقى نشوف الرياكشنز عندي شكلها ازاي، اعرفها منين؟ من محاوله ان انا احرك البيم، ولو لقيت ممانعه يبقى في رد فعل. هل انا لو حركته في اتجاه الافقي هتحرك؟ طبعا لا، لان احنا ماسكينه، وبالتالي في رد فعل في اتجاه الافقي. طيب لو حركته في الاتجاه الراسي مش هتحرك، وبالتالي في رد فعل اتجاه واي. طيب لو حبيت الفه مش هيلف، وبالتالي في عندي رد فعل نسميه ام. يبقى اذا الثلاث حالات من حالات الارتكاز، رولر او بن او نسميه هنج برضو، او فيكسد اند. في كل حاله من الثلاثه في عندنا رد فعل. ردود الافعال تتناسب مع الموقف او مع الطريقه اللي احنا وبالتالي لو بصينا على السلايد هنلاقي ان في عندنا قدامنا ثلاث انواع من السبورتس او الهنجز. فيها البيم في اول حاله فوق عندنا على الشمال في عندنا الهنج او الهنج سبورت، وعلى اليمين قصادها الرياكشنز اللي هو اف واي واف اكس. الثاني حاله لما يكون بن، مش لازم طبعا يكون البن بين جزء ثابت وجزء متحرك، ممكن بين جزئين متحركين، وبالتالي لكن هو ستيل بين او هنج. وبرضه بيعامل بنفس المعامله انه في عندنا رياكشن مكون من تو كومبوننتس اللي هم اف اكس واف واي، والفيكسد سبورت اللي هو اخر حاله عندنا تحت اللي هو بيبقى عندنا ثلاث رياكشنز اللي هو اف اكس واف واي والمومنت او العزم. لو بصينا لمجموعه ثانيه هنلاقي انه البيم هنا مثبتينه بفليكسيبل لينك اللي هو واير او سلك، والسلك متثبت في الحيطه. في الحاله ديت بيبقى اتجاه الشد لما بنحمل البيم على الواير او الكيبل، بيبقى الكيبل في الحاله ديت مفرود بالظبط زي حبل الغسيل، بيبقى مفرود تحت تاثير القوه اللي بتاثر عليه، وبالتالي اتجاه القوه هنا هو اتجاه الكيبل نفسه، وبالتالي هنا اتجاه الفورس معروف اللي هو بيبقى محدد باتجاه او بشكل الكيبل او الواير. الرولر سبورت اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي هو اللي بعد كده هنلاقي انه عباره عن رولر، ورد الفعل اف بيبقى دايما عمودي على السبورت اللي عليه الرولر اللي هو
في الجزء الثابت اللي احنا بنتكلم اللي بيشيل البيم. اخر حاله لما يكون البيم نفسه سموز في نهايته ومرتكز على سبورت فلات، رد الفعل هنا برضو بيبقى زي رولر بالظبط، بيبقى عمودي على اتجاه السبورت، بيبقى واخد الاتجاه العمودي، بيبقى محدد في الحاله دي. لو بصينا في كل حاله من الحالات هلا الهنج سبورت فيه لما نيجي نتعامل في معادلات الاتزان هيبقى في عندي تو انونز في الهنج سبورت، تو انونز اللي هو قوه ودايركشن او اف اكس واف واي، لان احنا لما نحدد اف اكس واف واي يبقى نقدر نجيب اتجاه الريزلتنت بتاعتهم. لما قلنا الريزلتنت ار بتساوي الجذر تربيع الاف اكس تربيع زائد اف واي تربيع، يبقى الثيتا بتساوي تان ماينس 1 اف واي على اف اكس. يبقى احنا عندنا هنا التو كومبوننتس من او تو انونز اللي هم الرياكشن ار والاتجاه بتاعه. ده بينطبق على الانترنال بين سبورت، لكن في حاله الفيكسد سبورت هيبقى في عندي ار اللي هو عباره عن اف اكس اوف واي وعندي الام. يبقى في عندي هنا كام انون؟ 3 انونز، ام وار وثيتا او ام اف اكس اف واي. لما بنتكلم على الكيبل في عندي كم انون؟ واحد بس. ليه؟ لانه اتجاه القوه هنا معرف باتجاه الكيبل، واتجاه الكيبل نقدر نقيسه، وبالتالي المجهول عندنا هو الماجنتيود بتاعت الفورس اللي في الكيبل اللي هنسميها اف هنا او الريزلتنت فورس. حاله الرولر سبورت بما ان احنا حددنا اتجاه الرياكشن اوريدي بانه عمودي على سطح الارتكاز، يبقى عندي مجهول واحد بس اللي هو القيمه بتاعت الايه ريزلتنت او القيمه بتاعت الرياكشن او الاف. نفس الكلام في حاله ارتكاز بالاند سموث اند بتاع البيم. طيب فاحنا اتكلمنا دلوقتي على ايه؟ على معادلات الاتزان. معادلات الاتزان هنا نقدر بقى نراجعها ببساطه شديده، بنقول ايه؟ انه summation of fx بيساوي زيرو. السميشن اوف اف اكس ده نقدر نترجمها في التو دايمنشنز، summation of اف اكس زيرو، اف سب اكس بيساوي زيرو، summation of اف سب واي بيساوي زيرو، اللي هي الدايركشن بتاعت الفورسز. مجموع القوه في اتجاه اكس بيساوي صفر، مجموع القوه في اتجاه واي بيساوي صفر، يبقى عندي حاله توازن استاتيكي. لو احنا عندنا 3 دايمنشنز، عندنا حاله في الفراغ، يبقى بنتكلم على ثيرد كومبوننت اللي هو زد دايركشن. بنتكلم في الحاله ديت ان معادلات التوازن عباره عن السميشن اوف اف سب اكس بيساوي صفر، السميشن اوف اف سب واي بيساوي صفر، السميشن اوف اف سب زي بتساوي صفر. وبالتالي عندك 3 components او 3 equations for the forces in all the 3 directions x, y and z. المومنتس نفس الكلام، summation of m بتساوي صفر، نقدر نطبقه في 2 directions، يبقى summation of m sub y بيساوي صفر، summation of m sub x بيساوي صفر، اللي هو لو 2 directions اللي هو العزوم حوالين المحور x والمحور y في 2 dimensions في مسطح. لكن لما نتكلم على 3 dimensions x, y, z نتكلم على 3 components of moments، يبقى summation of m sub x بتساوي صفر، summation of m sub y بتساوي صفر، summation of m sub z بتساوي صفر. يبقى دي معادلات التوازن الاستاتيكي اللي احنا هنستخدمها بشكل اساسي في معظم الحالات بتاعه التعامل مع الماتيريالز. احنا بنتكلم دلوقتي على الريزلتنت فورس، بنتكلم على خلي بالك هنا بنتكلم على فورس بشكل مجرد، لكن لما نيجي نتكلم على فورس لها علاقه بالماده او بكومبوننتس، يعني عندي كومبوننت، عندي لينك اهوت في فورس، بقول فورس في الاتجاه دوت او اتجاه دوت او اتجاه دوت، يبقى بنتكلم على اتجاه الفورس بالمقارنه بمساحه المقطع بتاعه اللينك بتاعه القلم. وبالتالي لما يكون الفورس عموديه على مساحه المقطع بسميها نورمال فورس، لما تكون موازيه لمساحه المقطع اللي هنا بسميها ايه؟ تنجنشال فورس. هنشوف الكلام ده برضو في السلايدز. وبالتالي في عندي اكتر من لما يكون عندي العزم بيحاول يتني البن كده بنسميه مومنت، لكن بيحاول يبرمه بنسميه تورك، لكن هو في الحالتين مومنت. تمييز المومنت اللي هو نيوتن متر، تمييز الفورس اللي هو نيوتن. وبالتالي عندنا لكل فورس مصطلح اسم دال على تأثيرها، ولكل عزوم برضو مصطلح دال على تأثيره. طيب ان جنرال واحنا بنتكلم عن ميكانكس بنتكلم على البارتيكل او ريجيد بودي داينامكس،
بنتكلم على statics وداينامكس، وده علم تاني عندنا في subject اسمه statics في الهندسه، وسبجكت اسمه داينامكس. بنتكلم على deformable body mechanics اللي هو الميكانكس بتاع الاجسام التي ممكن ان يكون فيها تاثير للقوه، فيها تشويه يعني القوه نتيجه القوه. بنتكلم عن ميكانكس وماتيريالز اللي علمنا هنتكلم عليه. بنتكلم عن فلويد ميكانكس. يبقى ده الثلاث علوم اللي هي شامله للميكانكس او بتحمل اللقب ميكانكس في الليتريتشر. واحنا بنتكلم على التوازن زي ما اتفقنا قبل كده، بنتكلم على انه نفترض السلايد اللي قدامنا فيه عندك اي جسم زي ما احنا شايفين كده، في عدد من القوى بتاثر عليه F1 F2 F3 F4. يبقى القوه ديت عباره عن external loads او external forces بتاثر على الجسم. طيب في اي وضع او اي نقطه داخل الجسم اقدر اجيب تاثير القوه ديت عن طريق ان انا اعمل حاجه اسمها سيكشن. يعني ايه سيكشن؟ يعني بنتخيل كان احنا في قصينا الجسم في نقطه معينه وفي اتجاه معين. ايه اللي هيحصل نتيجه القص ده؟ هيحصل عندي حاجه اسمها الفري بودي دياجرام. هقوم قاسم الجزئين اللي فوق وتحت دول، هنشيل الجزء اللي فوق يتبقى الجزء اللي تحت، مش كده؟ طب الجزء اللي فوق ده كان عامل سبورت للقوه F1 و F2، مش كده ولا ايه؟ مش احنا عندنا هنا الجسم متوازن تحت تاثير F1 F2 F3 F4. لما اشيل اتخيل ان نزعت الجزء الاولاني اللي فوق ب F3 و F4 وفي عندي الجزء اللي هو متبقي F1 اللي بدرسه F2. بتكلم على حاجه اسمها فري بودي دياجرام. فري بودي دياجرام. الفري بودي دياجرام ده بقوم حاطط مكان السكشن، مكان الجزء اللي انا شلته internal forces كانها بتعوضه، كان هي القوه دي بتظهر ساعتها علشان تعمل توازن مع الجزء ده من الجسم المتبقي مع F1 و F2. وبالتالي الاسهم اللي احنا شايفينها فوق ديت عباره عن internal forces، هي كانت مختفيه لان كان الجزء الاولاني اللي فوق الجزء الاعلى كان مثبت الجزء اللي تحت، لكن اما شلته ظهرت القوه ديت نتيجه ان الجزء اللي فوق ما بقاش موجود، بقى بديل. يبقى القوه الانترنال فورس ديت بديله للجزء اللي انا نزعته عشان ادرس تاثير القوه على الجزء الاحوط المتبقي، وبالتالي بسميها internal forces. الانترنال فورسز ديت اقدر اخد لها محصله، هيبقى لها ممكن احط لها محصله FR للفورسز كلها، واعمل محصله للمومنتس بسميها M sub R. وبالتالي لاي نظام للقوة اقدر اخد فيرتشوال سيكشن، اقدر اخد سيكشن تخيلي في اي نقطة في الجسم. ولما باخد سيكشن تخيلي بقوم واخد عازل، اعمل ايزوليشن للجزء دهوت المتبقي، واحط مكان السيكشن 2 او 3 components of forces حسب الايه الحالة اللي عندنا. دايما في عندي resultant force وعندي resultant moment. لو بتكلم 2 dimensions يبقى resultant force عبارة عن ايه؟ components Fx و Fy والريزلتنت بتاعتهم، وكومبوننت للام حوالين المحور الزد والريزلتنت بتاعته، او هي ديت المومنت الموجود. لو 3 دايمنشنز بتكلم على Fx Fy Fz، واتكلم على 3 مومنتس Fa M sub x M sub y M sub z. طيب وبالتالي اقدر في الحاله ديت يبقى عندنا الحاله بعد ما تتلخص او نقدر نعملها summing up في الكونديشن اللي قدامنا. طيب المومنتس في الحاله ديت الموجوده، المومنت اقدر اللي هو الام سب ار 0 اللي احنا شايفينه ده اللي في النص اللي هو على الشمال، المومنت دوت اقدر احلله في اتجاهين. اتجاه في مستوى يعني بيبقى حوالين المحور العمودي على المساحه اللي احنا بندرسها، ومومنت تاني بيأثر حوالين محور في المساحة نفسها. يبقى عندي مومنت أو عزم بيأثر حوالين عن مساحة حوالين المحور العمودي، ومومنت بيأثر حوالين محور داخل المساحة في المساحة نفسها. وبالتالي في الحالة ديت يبقى عندنا علشان أوضح الفكرة ديت شوية نقدر ناخد لو خدتوا بالكم دلوقتي وانا بضغط على السبوره دي قوه كده عموديه، وانا بحرك الممسحه
بعمل ايه؟ فريكشن، المساحه بينها وبين السبوره في احتكاك، فبتحاول تاخد السبوره معاها في الايه؟ الاتجاه بتاع الحركه، وده بسميه فريكشنال فورس، وده من مصادر القوه الخارجيه اللي بنتكلم عنها. طيب نرجع للجسم بتاعنا اهوت. F1 F2 دول external forces. في عندي resultant force R، وفي عندي resultant moment هنا M. المومنت ده اقدر احلله في اتجاهين، في المحور بيقع في المساحه نفسها واسميه M sub X نفترض، ومومنت تاني بحلله او الكومبوننت بتاع المومنت حوالين المحور اللي هو عمودي على المساحه اللي هي المهشره ديت، هسميه M sub Z. التو كومبوننتس دول ظهروا ليه؟ لان المومنت نفسه الموجود الريزلتد هو عباره عن مومنت حوالين محور او حوالين خط راندوم وعامل زاويه مع المساحه بتاعتنا، وبالتالي الام اللي حوالين المحور العمودي على المساحه بيدينا عزم. العزم ده بيعمل لي حاجه اسمها تورك على المساحه دي، بيحاول يقص المساحه. المومنت اللي حوالين محور داخل المساحه بسميه بندنج مومنت، وبيحاول البندنج مومنت ده بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول ان هو يتني او يحاول يخلي المساحه ديت تميل على المحور في اتجاه الدوران بتاع المومنت. طيب يبقى احنا لو بصينا على السلايد تاني هلاقي فوق عندي الام ار او اللي هو السهم الخط العامل اللي على الشمال اللي هو في المساحه اللي على الشمال، نقدر نحلله لتو مومنتس. الرأسي بنسميه تورشنال مومنت او تورك، والافقي بندنج مومنت او البندنج او مومنت نورمال مومنت. في عندي الفورس بحللها في تو كومبوننتس على الشمال، فورس عموديه على المساحه وفورس موازيه للمساحه. الفورس العموديه على المساحه بتعمل لي بسميها نورمال فورس، والفورس اللي هي موازيه للمساحه بسميها شير فورس. جميل قوي. يبقى احنا دلوقتي ظهر عندنا مصطلحين جداد اللي هم ايه؟ البندنج مومنت والشير فورس. الشير فورس ديت احنا زي ما الاسم بيقول، شير يعني قص، فورس يعني قوه، يعني قوه القص. يبقى اذا لما يكون عندي مساحه فوق قوه بتحاول تقص الجسم في اتجاهها او تحاول تفصل الجسم الى جزئين في اتجاهها، بسمي القوه ديت شير فورس او شيرنج فورس. لما يكون القوه العزم بيحاول يلف المساحه ريلاتيف للمساحه اللي تحت منها، العزم حوالين المحور ده مش كده كده، فبيعمل ايه؟ بيعمل تورك او تورشن، بيعمل لي، بيحاول يلوي الايه؟ الكومبوننت او البودي بتاعي. طيب البندنج مومنت لو بصينا على السلايد هنا هنلاقي ايه؟ البندنج مومنت عباره عن المومنت بيحاول يعمل ايه؟ المساحه يحاول يباعد بين القطاعات بتاعه المساحه من ناحيه ويضغطها من ناحيه ثانيه. اهو المساحه كده ما بيلفها كده، ده عزم بيحاول يزود المسافات البينيه هنا، ويحاول يناقص او يعمل شرينكينج في المساحات البينيه اللي فوق. عشان كده بنسميه بندنج مومنت، بيتني يعني عزم ثاني بيحاول يتني الكومبوننت بتاعنا. جميل قوي. احنا بنتكلم على تو دايمنشنز، بنتكلم على حاله في الاكس والواي دايركشنز فقط. جميل. لا لو مسكنا مثلا حاله زي دي، عندنا ايه؟ كاميرا مش كده؟ كاميرا حديد، كلنا بنشوف الكاميرا دوت موجود في الكباري او في المنشآت، وفي عندنا احمال، حمل موزع. الحمل الموزع ده يصح يكون منتظم او غير منتظم. هنا الحمل غير منتظم لانه في عند نقطه ايه قيمه الحمل 270 نيوتن على المتر، وعند نهايه البيم عند نقطه بي بيساوي صفر. والتوزيع بتاع الحمل هنا او الاحمال توزيع خطي، يعني بيتناقص بشكل خطي من نقطه ايه في اتجاه نقطه بي. جميل قوي. طيب ادي الفورس موجوده موزعه، اتعامل معاها ازاي؟ الاول بقول انه المساحه المشكله للقوه هنا او للحمل اقدر اجيب لها مركز المساحه ديت على الشكل الاول مثلث مش كده؟ يبقى احنا عارفين من الاول ان مركز المثلث عباره عن ايه؟ بيقع في نقطه تبعد ثلث ارتفاع المثلث من ناحيه قاعدته.
لو بصينا على المثلث هنا قاعدته اللي هي عند نقطه A وقيمتها 270 نيوتن على المتر، ارتفاع المثلث 9 متر، يبقى تلت القاعده طبعا تلت 3 متر عن النقطه A، وبالتالي مركز تاثير القوه الموزعه بالشكل اللي احنا شايفينه على السلايد عباره عن قيمه المساحه بتاعه المثلث، وبتاثر في نقطه تاثيرها اللي هي عند نقطه C، وبالتالي مساحه المثلث هنا عباره عن ايه؟ نصف القاعده في الارتفاع، يعني نص 270 في الارتفاع اللي هو 9، يعني 135 في 9، وبالتالي نقدر نجيب المحصله بتاعه الحمل والمكان تاثيرها داونورد، بما ان ده وزن. كل الاوزان بتاثر دايما في اتجاه راسي الى اسفل، كل الاوزان تؤثر دائما الى اسفل في ومكان نقطه سير في مركز الثقل. يعني البني ادم وهو ماشي وزنه خف او ثقل، يعني مثلا وزنه 40 كيلو، 50 كيلو، 120 كيلو، 200 كيلو، ده ماس، كتله. الكتله ديت لما نضربها في عجله الجاذبيه الارضيه تبقى وزن. الوزن ده بيأثر في مركز الثقل بتاع البني ادم وهو بيتحرك، وبالتالي التوازن بتاع البني ادم دايما مرتبط بنقطه مركز ثقله ووزنه وهو بيتحرك. وبالتالي مش هنخش في الموضوع ده لكن نقدر نتكلم فيه بعدين. لكن مبدئيا عندي هنا السلايد بتقول انه الاوزان اللي موجوده ديت او الوزن اللي موجود بالشكل دهوت نقطه تاثيره فين وقيمته قد ايه واقدر احطه ازاي. وده الحل بتاع المثال، وعندنا طريقه الحل من غير ما نعقد الموضوع. ببساطه شديده احنا قلنا المحصله عباره عن 350 في 9. طيب اسف 135 في 9. طيب هنا بقى اتكلمنا عن ايه واحنا بنتكلم دلوقتي عن علاقه القوه بالاجسام. اتكلمنا على حاجه اسمها ايه؟ بندنج ستريس او بندنج وشير قص. يبقى بدانا نتكلم مش على قوه، بنتكلم على تاثير قوه على الجسم. تاثير قوه على الجسم بيأثر الجسم لما بيتاثر لقوه بينشأ في حاجه اسمها ستريس، اجهاد. زي البني ادم بالظبط لما بيتاثر الى العوامل المؤثره عليه بينشأ عنده ستريس برضه، وبيروح للطبيب ويتعالج سايكولوجيا، بيقول له انت عندي ستريس وازاي استريح. البني ادم زيه زي مخلوق من ماده، وبالتالي فهو زيه زي بقيه المواد. لو حمل باحمال فوق طاقته بينشأ عنها ستريس وممكن يحصل فيه انهيار. المواد كلها اللي ربنا خلقها يتفاوت مقاومتها للاحمال طبقا لنوع الماده، وبالتالي الحديد تعامله مع الأحمال يختلف عن الألمنيوم، يختلف عن البلاستيك، يختلف عن القطن. كل مادة لها أسلوب في التعامل وقدرة احتمال أو كباسيتي أو سعة تحمل للأحمال اللي عليه. لكن نرجع تاني نقول إيه؟ لما يكون في قوة وفي جسم في إجهاد. أوكي؟ ما ننساش قوة وجسم في إجهاد، ستريس. طيب هل الستريس ده حاجة عامة كده؟ لا، مش حاجة عامة. الستريس ده حاجة محددة ولها نمط للتعامل، وهنعرف ازاي نتعامل معاه وقواعد التعامل. علشان اتكلم على جسم واعرف اتعامل معاه من خلال المعادلات اللي احنا هنتعامل معاها دلوقتي، لازم نفترض الاتي: ان الماتيريال بتاعتنا متصله ومنتظمه. متصله ازاي؟ يعني هديك مثال صغير. لو سلسله، لما تيجي تتكلم على السلسله وماسك حلقه في السلسله، تقدر تحرك الحلقه ديت شويه قبل ما تبتدي الحلقه ديت تشد بقيه الحلقات او تضغطها، مش كده؟ يبقى دي مش متصله. لكن لو مسكت كيبل سلك وشديته، السلك هيشد بقيه الكيبل او الاسلاك. او لو انت بتاثر على جسم صلب، الجسم الصلب اللي هتاثر عليه هنا ممكن تاثير النقطه ديت يمتد الى بقيه الجسم بشكل او باخر. ده جسم متصل. يعني هنتعامل دلوقتي في المعادلات اللي احنا هندرسها او السبجكت اللي احنا بندرسه انه الماتيريال متصله، يونيفورم، منتظمه. بمعنى ايه؟ انه مثلا الجزء ده ما هوش الجزء ده صلب والجزء ده رخو، ما ينفعش. لازم يكون الماتيريال بتاعتنا هوموجينيوس او متجانسه علشان نقدر نقول ان هي جسم متكامل ومتصل، ونقدر نستخرج العلاقات اللي انا بتكلم عنها من خلاله. انه متصل ببعضه وانه اتصاله يعني دائم، بسميه كوهيسيف فورس،
ومفيش فيه ديفكتس، يعني مفيش فيه يعني اخطاء او في مشاكل تمنع تواصل القوه داخل الجسم نفسه. لما بنمسك اي جزء صغير في الجسم، نفترض ان هو نقطه صغيره جدا، النقطه ديت في اي حته في الجسم بيتم التاثير عليه، الجسم ده مؤثر عليه بقوه خارجيه، نقدر نقول انه النقطه ديت عندها حاله من الاجهاد، تحت حاله من الاجهاد. وحاله الاجهاد دهيت عندنا قبل ما نخش في التفاصيل بتاعتها، عندي بيبقى عندها تاثيرات مختلفه للاجهاد، هنعرفهم دلوقتي. عندي اول حاله من حالات الاجهاد بسميها نورمال ستريس، اللي هو اجهاد عمودي، نورمال ستريس. وتعريف الكلمه نفسها الستريس ان هو الانتنسيتي اوف فورس او intensity of internal force in reaction او in response to any external loading on the body. يعني بمعنى ايه؟ لما نيجي نبص هنا، لما شلنا الجزء اللي فوق من الجسم، مش كده؟ ظهر لنا الانترنال فورس اللي قلت لكم عليها ديت. يبقى هنا دي انترنال فورسز، لو انا قست الانتنسيتي، شده الانترنال فورس اللي هي فورس لكل نقطه، هسميها في الحاله ديت ستريس، اللي هي الاسهم كتير جدا، لكن ممكن اديها محصله زي ما عملنا هنا بفورس. لكن لما نتكلم على الاجهاد نتكلم على ديستريبيوتد فورس داخل الجسم نفسه. وبالتالي الفورس اللي داخل الجسم اللي هو موزعه، لو الاجهاد دهوت عمودي على مساحه المقطع بسميه نورمال ستريس، وبديله لفظ او الرمز سيجما اللي هو المكتوب قدامنا. والسيجما ديت رياضيا هي متوسط القوه اللي بتاثر عند النقطه ديت او المساحه ديت على المساحه اللي بتاثر عليها، بنسميه في الحاله ديت الافريج ستريس. الافريج ستريس من غير ما نخش في تفاصيل رياضيه دلوقتي. الشير ستريس هو بقى، الشير ستريس هو الانتنسيتي اوف تنجنشال لود اكتنج على الايه؟ الاريا. بمعنى انه المساحه هي بتاعتي، الفورس العموديه بتديني نورمال ستريس، الفورس الافقيه اللي هي موازيه لنفس المساحه بتديني حاجه اسمها شيرنج ستريس. طب لو فورس مايله، الفورس مايله ديت بنحللها في الاتجاهين، الاتجاه العمودي والاتجاه الموازي. الاتجاه الموازي بيديني شير، والاتجاه العمودي بيديني ايه؟ سيجما، او بيديني نورمال ستريس. وبالتالي حالات الاجهاد داخل المعدن او داخل الكومبوننتس كلها او داخل الاجسام، يا اما نورمال ستريس يا اما شير ستريس، نورمال او شير. النورمال الفورس فيها عموديه على المساحه اللي بتصل عليها، الشير الفورس فيها موازيه للمساحه. وبالتالي اللي احنا هنتعامل من خلاله او بيه دلوقتي مع بقيه السبجكت اللي هو التو ترمينولوجيز او التو تيرمز اللي بنتكلم عليهم، اللي هم ستريس، سواء كان نورمال ستريس او شيرنج ستريس، نورمال او شيرنج. وعندنا في حالات التحميل المختلفه دايما بنختزل او دايما بيختزل حاله الاجهاد الى حاله من الاثنين دول، يا نورمال او شير دايما. طيب لو مسكنا مثلا حاله عامه زي دي اللي قدامنا، يعني في 3 دايمنشنز عندنا فورس لها 3 كومبوننتس، اف اكس اف واي اف زد. الثلاثه كومبوننتس دول اف واي اف اكس اف زد بيأثروا. لو خدت مكعب صغير جدا صغير داخل المعدن، هلاقي انه في اتجاه كل قوه في ستريس. الستريس ده ناشئ من القوه ديت عموديه على المساحه اللي هي تناظرها. لو مثلناها مكعب صغير هلاقي عندي في سيجما اكس سيجما واي سيجما زد، 3 كومبوننتس، سيجما اكس سيجما واي سيجما زد. طيب القوه اللي هي اف زد ديت مش هي موازيه للمساحه اللي هي عموديه على القوه اف واي؟ طيب والاف زد الاف اكس مش هي موازيه للمساحه اللي هي عموديه على الاف واي؟ يبقى اذا في الاتجاهين دول بتاعه اف زد واف اكس في عندي شير ستريس. شير ستريس بسميه تاو واي زد وتاو واي اكس، وبالمثل في الثلاثه دايركشنز. لكن مش عايز ازود الترمينولوجي عشان ما نلخبطش، لكن يهمني في الحديث انه لما اقول تاو اكس واي معناها ايه؟ تاو في اتجاه اكس من القوه
في اتجاه واي. يعني القوة، اسف، القوة اللي هي ايه في اتجاه، معذرة، تاو اكس واي عبارة عن تاو من القوة في اتجاه اكس على المساحة اللي هي عمودية على محور واي. يبقى اذا واي هنا بيحدد النورم بتاع المساحة اللي بتأثر عليها القوة، وبالتالي يبقى المثال الاول ان نرجع له تاني، ان نقول المحور واي فيه ايه؟ قوة اف واي، مش كده؟ الاف واي ديت عمودية على المساحة اكس زد، يبقى بتعمل ايه؟ سيجما واي على المساحة دي. في المقابل اف زد واف اكس موازيين للمساحة، نفس المساحة دهيت. يبقى اذا عندي في تاو واي زد وتاو اكس واي او تاو واي اكس. يبقى اذا التو شيرنج ستريسز في اتجاه زد واكس من على المساحة اللي هي النورم بتاعها واي، والسيجما لنفس المساحة اللي هو الفورس بتاعتها في اتجاه واي. وبالتالي اي قوة بقى في حالة اي مساحة سواء كانت عمودية على واي او اكس او زد، نقدر نجيب عليها كم ستريس؟ 3 ستريسز، واحد نورمال واثنين ايه؟ تنجنشال او شير. اليونتس بتاعتنا في الاستريس عبارة عن ايه؟ هو احنا قلنا ايه؟ الاستريس عبارة عن فورس على اريا، يبقى وحدة قوة على وحدة مساحة. القوة عندنا اللي هي ايه؟ اللي هو النيوتن. القوة عندنا اللي هي ايه؟ النيوتن. الماس اللي هي ايه؟ كيلو جرام. خلي بالك، يبقى اذا القوة وحدة قوة على وحدة مساحة اللي هي نيوتن على المتر سكوير، المساحة بالمتر سكوير او المساحة مربعة، بنسمي الوحدة ديت نيوتن بير متر سكوير، بنسميها باسكال. بنسميها باسكال. يبقى نيوتن على متر سكوير في الاس اي سيستم اوف يونتس، اس اي سيستم اوف يونتس انترناشونال سيستم، او بتديني زي ما قلنا الباسكال ومضاعفاته. احنا بنستخدم كلمة كيلو، كي، ميجا اللي هي ام، او جيجا اللي هي جي، كمضاعفات للوحدة. مضاعفات بمعنى ايه؟ كيلو يعني 1000 حاجة من الحاجة اللي بنتكلم عنها، كيلو جرام يعني 1000 جرام، كيلو متر يعني 1000 متر. حلو. ميجا جرام يعني 1000 جرام، 10 أس 6 يعني، او طن. وهكذا. يبقى اذا نتكلم على وحدة ستريس اللي هي باسكال، اللي هي نيوتن على المتر تربيع. بالمناسبة برضه وحدة الضغط البريشر اللي هو تقريبا ستريس بس ايه بشكل مختلف، بنسميه برضه باسكال لانه وحدة قوة على وحدة مساحة بالتربيع. طيب عندنا نظم تانية في العالم بتستخدم مستخدمة عندنا اللي هو بنسميه يو اس كاستمري سيستم، او بنسميه الامبريال سيستم برضه في بعض الحالات. لو في انجلترا بنستخدم في الحالة ديت الاطوال بنقيسها بالانش ومضاعفاتها، الميل يعني والياردة والفيت، والوزن بنستخدم فيه الباوند. وبالتالي بنستخدم للستريس في النظام الامريكي الكي اس اي اللي هو كيلو باوند بير سكوير انش. كيلو باوند بير سكوير انش، باوند اللي هو الرطل، اوكي، باوند بير سكوير انش هو بي اس اي. يبقى بنستخدم بي اس اي وكي اس اي باستمرار في التعامل مع اليو اس سيستم او الامبريال سيستم. جميل. احنا طبعا كمهندسين في مصر لازم نعرف التو سيستمز، لان احنا مستوردين للتكنولوجيا. يعني احنا هنتعامل مع مكنه جايه من انجلترا، بنتكلم مع مكنه جايه من امريكا، بنتكلم على يو اس كاستمر سيستم، هم بيحطوا اليونتس ديت باستمرار في الكتالوجات، فلازم نكون فاهمين ازاي نتعامل مع الوحدات ديت في السيستم الانجليزي، او طبعا السيستم الانترناشونال اللي هو النيوتن ومضاعفاته. طيب واحنا بنتعامل مع الماتيريال بنتعامل، لازم الاول نشوف ايه هي خواص الماتيريال دهيت. احنا دلوقتي اتكلمنا في الجزء الاولاني عن الايه؟ عن الاكوليبريم، الفورسز اللي بتاثر، العلاقه بين هذه الفورسز وازاي نتعامل معاها. وهنيجي برضو في حالات تانية لازم نعمل static analysis للبروبلم. يعني لازم نشوف القوى المؤثره، ندرسها، نشوف التوازن، نشوف الرياكشنز الاول قبل ما نشتغل ونجيب الاجهادات. لازم نحدد القوه المؤثره على كل اللينكس الموجوده او الاجزاء بتاعه البودي او بتاع الميكانيزم اللي نشتغل عليه. طيب تاثير هذه القوه على الجسم او الماتيريال
وازاي الماتيريال بتتصرف تحت تاثير هذه القوه. ده الجزء الثاني من الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. طيب ازاي بقى نتعامل مع الريسبونس بتاعت الماتيريال تحت تاثير القوه او الاستريسز او ما ياتي مع الاستريسز اللي هو بنسميه الانفعال؟ ده بنعمله من خلال او بنتعامل معاه من خلال مجموعه من الاختبارات. اولا على الماتيريال بناخد منها مواصفات او الصفات او السمات بتاعت الماتيريال، الخصائص بتاعتها، ومن خلال هذه الخصائص نقدر نتعامل مع الماتيريال بشكل محدد. طيب جميل قوي. يبقى اذا احنا عندنا جهاز او في اجهزه لاختبار المواد، وبناخد النتائج بتاعت الاختبارات ديت ونحللها، وبعد كده نطلع منها قوانين، ونطلع منها علاقات، ونطلع منها ثوابت، من خلال هذه الثوابت بتاعت الماتيريال ناخدها كسمات بقى، ونبتدي نتعامل مع الماتيريال بالمعادلات اللي احنا بتاعتنا او التحليل بتاعنا الميكانيكي او بالتصميم الميكانيكي اللازم عشان اتعامل مع هذه المواد. واحنا ابسط مثال، احنا عندنا طبعا مع الدكاتره احبائنا الاطباء، اول واحد ما يروح يقوموا قاسين له الضغط، وبالتالي قياس الضغط ده هو ستيب رقم 1 اللي بتعلموه طلبه الطب في التعامل مع المرضى، وقياس درجه الحراره والنبض. حاجات اساسيه اي واحد بيخضع لتاثير لفحص طبي بيخش فيها. احنا عندنا برضو الاساس في تقييم المواد احنا في المعامل الهندسه اللي هو اختبار الشد. ايه هو اختبار الشد؟ اختبار الشد ده بقوم جايب عينه، وهذه العينه لها مواصفات معينه ولها ابعاد محدده، ونحطها في جهاز لتاثير وضع تاثير من الاحمال الخارجيه عليها، وبندرس تاثير التفاعل مع الاحمال لهذه الماتيريال، وناخد القياسات دي ونسجلها ونعمل منحنى، وبعد كده ندرس هذا المنحنى ونشوف ايه اللي حاصل او ايه اللي نفس. اي مبنى بينشأ من ضمن الحاجات الاساسيه في التقييم او في اجراءات متابعه صحه بناء المبنى ان احنا بناخد عينه عشوائيه من الحديد المستخدم ونعمل لها اختبار شد، وبناخد التقرير بتاع اختبار شد وياخده الاستشاري يبص عليه ويقول المعدن ده مظبوط، لا ده مش مظبوط، ده في حاجه غلط، وهكذا، لا نغير الباتش ده من الحديد وبالتالي فاحنا بنتكلم على very standard test، يعني اختبار اساسي، و يعني بيجرى في اليوم عشرات المرات لكل شركات المقاولات اللي بتشتغل في الانشاءات. لو احنا بصينا على السلايد هنلاقي احنا المكنه الجهاز الاختبار الشد اللي هو بنستخدمه اللي هو تيبيكال قريب من ده، لكن مش كله بنفس الكيفيه، لكن تقريبا هو نفس طريقه العمل. وعينه من العينات بتاعه الشد اللي هي على اليمين، يبقى عندنا العينه على اليمين اللي هي بتاعه الاختبار الشد، وجهاز على الشمال اللي هو بنحط فيه العينه ونختبرها. بنسمي العينه ديت تنسايل تيست سبيسمن، تنسايل تيست سبيسمن. وجهاز الشد اللي على الشمال بنسميه يونيفرسال تيستنج ماشين، يونيفرسال تيستنج ماشين. لانها يونيفرسال ليه؟ لانها ممكن تعمل شد، تشد العينه او تضغطها، او نقدر نحط عليها اجهزه ثانيه ممكن تقص العينه او تعمل اختبارات مختلفه، عشان كده بنسميها يونيفرسال ماشين. طيب اختبار الشد بيطلع نتيجه الشد ان العينه بيحصل لها التشوه على الشمال زي ما انتم شايفين كده، في حته من الحتت، يعني تفضل تستطيل لحد ما يبتدي يبقى في جزء صغير فيها يبتدي يبقى فيه اختناق، وبعدين الاختناق ده يزيد مع الوقت لحد ما يحصل فيه كسر وتنكسر بالشكل اللي انتم شايفينه. العلاقه بين الاستطاله والقوه المؤثره اللي هي بينشأ عنها الاستطاله بنرسمها في المنحنى اللي انتم شايفينه الاحمر، وبالتالي المنحنى الاحمر ده المحور واي اللي هو القوة المؤثرة، المحور اكس اللي هو الديفورميشن او الاستطالة اللي حصلت في العينة. بنسجل القوة مع الاستطالة تديني المنحنى الاحمر، وبالتالي يبقى المنحنى الاحمر ده بيديني انديكيشن، بيديني تعبير عن الاداء في العينة. المنحنى ده ما هواش دايما بنفس الشكل، يعني صح يكون المنحنى اللي على اليمين او المنحنى اللي بعده
لعينه مختلفه من معدن مختلف. وهنتكلم شويه اكتر عن اداء المعدن لمختلف المعادن يعني تحت تاثير الشد في الجزء الثاني من البرزنتيشنز. لكن انا هنا بس هختم معاكم انه منحنى الشد بيديني علاقه بين الاستطاله والقوه المؤثره، بعملها بلوتنج برسمها بخط متصل زي ما انتم شايفين، وهذا الخط المتصل له اشكال مختلفه هنتكلم عنها بعدين. الخط دهوت اقدر استنتج منه بيانات اساسيه ومهمه في التعامل الميكانيكي مع الماده من نقطه او من وضع للتاني، او حسب حاله التحميل او حسب حاله الاجهاد الموجود عندنا. نلتقي بعد في المحاضره الثانيه ان شاء الله. شكرا.